التهم عفوا المسطرة في حق آدم بن شقرون مسطرة في الآتي: 10 ديال المتابعات: الإخلال العلني بالحياة، الشذوذ الجنسي، السب والقذف ضد امرأة بسبب جنسها، تحريض على ارتكاب جناح، تسجيل وبث صور شخص دون موافقته، بث ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، جلب أشخاص للبغاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ثامنا: وضع أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص لممارسة البغاء، جلب أشخاص ذكور لتحريضهم على الدعارة. 10: التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستمرة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء. يعني كتلاحظوا صك اتهام ثقيل موضوع أمام السيد قاضي التحقيق، واللي كيتواجه به هاد آدم بن شقرون الملقب الألوان أو الملون، إلى قارناه بصك الاتهام أو المطالبة بإجراء تحقيق ديال الأم ديالو اللي تسطر صبيحة اليوم أمام السيد قاضي التحقيق بسينافية طنجة، غادي نوجدوه تضمن 27 متابعة. يعني ما هو والأم ديالو، آدم والأم ديالو مادامهم يعني مجموع ديال المتابعات 27 متابعة. يعني صك اتهام ثقيل وثقيل جدا، صك اتهام طويل وطويل جدا، يتضمن يعني متابعات في غاية الخطورة. يكفي أن الأم تابعت بالاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة القاصرين، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، عن طريق وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي من قبل أحد الأصول. هذه العقوبة كتوصل فيها ما بين 20 30 سنة. الجناح اللي متابع بها الابن ديال آدم بن شقرون أقصى عقوبة 5 سنوات، لأن هذه جناح. وبالتالي كيتسدل الستار اليوم على الاستنطاق الابتدائي، سواء بالنسبة للأم سواء بالنسبة للابن. بالنسبة للابن تأخر الملف في الاستنطاق التفصيلي الجلسة ديال 26/11، في حين الأم ديالو التحقيق غادي يكون إن شاء الله تفصيلي في 25/11.